السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة مصرية أصيلة أساسية على السفرة المصرية، سواء في الأعياد أو المناسبات أو حتى في رمضان وكمان الأفراح. طريقة الإعداد بتاعها في منتهى البساطة والسهولة، ومتأكدة إنكم هتحبوها جدا. هنعمل النهاردة الرقاق باللحمة المفرومة. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بس الأول، لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دهون بسيطة. نزلت بيها في طاسة على النار، هفتتها كويس جدا، ومش هنزل بأي مادة دهنية إلا لما تتفتت معايا كده وتبتدي تنزل الدهون. وهنا كانت بدأت تنزل الدهون بتاعتها. نزلت بمعلقة صغيرة من الزيت ومكعبين من الزبدة أو السمنة حسب الرغبة. هفتت فيها كده وهقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي كده، او احس يعني ان لونها اتغير. وبعد كده هنزل بكمية من البصل. عندي كمية البصل قد كمية اللحمة المفرومة. هنا كانت اللحمة غيرت لونها زي ما انتوا شايفين. عندي استخدمت هنا في الوصفة بتاعتي البصل الابيض، والبصل الابيض بيدي طعم كده مسكر للعصاج بتاعي، وبيدي طعم لذيذ جدا. استخدميه افضل من البصل الاحمر في العصاج. هقلب كل الكمية بتاعة البصل وانا فرماه هنا فرم ناعم عشان ما يبانش قوي في العصاج بتاعي. هقلبهم كويس جدا لحد ما يتجانسوا كده ويختلطوا مع بعض، وهبتدي انزل بالبهارات. معايا نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل، وربع معلقة من البابريكا، وربع معلقة من الكزبرة الناشفة، وهقلبهم كويس جدا. هنزل بمعلقتين من الصلصة او معجون الطماطم عشان يديني لون كده جميل للعصاج بتاعي. قلبي كويس جدا. وبعد كده هنزل بنص معلقة من الثوم المهروس، وهعمل كده زي دايرة او حفرة صغيرة في العصاج بتاعي. هنزل بالثوم المهروس، مجرد ما ريحته تطلع معايا هقلبه كويس جدا مع اللحمة المفرومة او العصاج بتاعي. وخلاص كده نزلت بيه كمان معلقتين الصلصة زي ما قلتلكوا، وهقلبهم مع بعض. وهكون بشرة طماطماية هبتدي ان انا انزل بيها هي كمان. كل ده بيعزز لي الطعم وبيديني كمية وفيرة من العصاج. نقدر نقول عليه العصاج الموفر او العصاج الاقتصادي، لان بيرمي معايا او بيديني كمية كبيرة من العصاج، من نص كيلو لحمة مفرومة ونفس الكمية من البصل. زي ما انت شايفة الكمية تضاعفت معايا. هنزل بقى عندي فلفل الوان، فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر، هنزل كده بيهم متقطعين قطع صغيرة. هنزل بيهم على العصاج بتاعي. وطبعا منساش الملح بتاعي، عندي نص معلقة من الملح او حسب الرغبة طبعا. وقلبي كويس جدا. ما تنسيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كده عندي الفلفل الالوان هقلبه كويس جدا مع اللحمة المفرومة بتاعتي. العصاج دوت ممكن اشتغل بيه في كذا وصفة. ممكن طبعا يمشي معايا في المكرونة البشاميل او اي حشوات تانية تحشي بيه اي حاجة. هنا عندي بقى كمية من اللبن، حوالي كوباية كبيرة من اللبن الساخن او الحليب الساخن، ومعايا برضو شوربة سخنة. وطبعا اللبن بيدي طراوة للرقاق بتاعي. هنا عندي سمنة سايحة هدهن بيها الصينية او الصاج اللي هدخله في الفرن، وطبعا هدهنها كويس من كل الجوانب. هبتدي بقى انزل بالرقاق. انا عندي هنا كيلو من الرقاق، مناسب جدا لكمية اللحمة المفرومة اللي انا هستخدمها في الوصفة بتاعتي. هبتدي انزل بالرقاق قطعة قطعة كده في الشوربة والحليب بتاعي او اللبن، وهرصهم كده في الصينية بتاعتي.
وطبعا ما بين كل طبقة وطبقة هدهن سمنة، والسمنة طبعا مسيحاها، هدهن كده بالفرشة ما بين طبقة وطبقة، هدهن السمنة بتاعتي. وطبعا لما بنزل بالرقاق في الشوربة واللبن او الحليب، طبعا ده في ثواني عشان ما يطراش معاكي وتبقي مش عارفة تطلعيه من الشوربة، لان طبعا الشوربة والحليب دافيين او سخنين شوية. فطبعا انا بس ايه، يعني برش كده او بغرقها بالرقاق، يعني الشوربة بتاعتي، لكن ما بسيبهوش فترة في الشوربة، عشان طبعا ما يتبلش مني كده ويطرى ومعرفش ان انا امسكه او اطلعه وارصه في الصينية. انا مجرد بس ان انا كده ببله بالخليط بتاع اللبن والشوربة بتاعتي. وطبعا ممكن تعمليه بالشوربة لو انتي ما عندكيش حليب، مفيش مشكلة، بس انا بحب احط مع الشوربة حليب او لبن، عشان بيخلي الرواق بتاعي طري، وبيبقى زيه بالظبط كده زي يعني بيبقى مورق كده وطري زي الفطير المشلتت بالظبط. هتشوفيه معايا كده في نهاية الفيديو طالع مورق ولذيذ جدا. طبعا هحط نص الكمية في القاع بتاع الصينية، وهحط العصاج بتاعي في النص. وما تنسيش ما بين كل طبقة وطبقة بدهن كده بالسمنة، عشان زي ما قلتلك يورق معايا كده زي الرقاق، زي الفطير المشلتت. طبعا صينية الرقاق دي أكلة مصرية ما نقدرش نستغنى عنها في رمضان، في الأعياد والمناسبات والأفراح. طبعا طبق رئيسي أو وصفة رئيسية في المناسبات دي كلها، وحتى في الأيام العادية ما نقدرش برضو إيه ما نعملش الوصفة دي، وسهلة جدا وبسيطة في المكونات بتاعتها. نزلنا هنا بكمية العصاج بتاعتنا، وهبتدي انزل بالنص التاني من الرقاق بتاعي. هنا كان متكسر شوية بس مفيش مشكلة، هنتعامل برضو. وهنبتدي ان احنا نحط القطع اللي هي متكسرة ديت، وهنحط فوقيها القطع اللي هي السليمة. ما تقلقيش خالص، حتى لو متفرفت معاكي هتعرفي تشتغلي بيه، بس اتبعي الوصفة. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس، وما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي، وما تنسيش الدعاء لاخواتنا، ربنا ينصرهم ويسدد رميهم، اللهم امين. هنشتغل بالظبط كده كل الكمية، وندهن طبعا سمنة. طبعا حابة تزودي الكمية، حابة تقللي الكمية، حابة تستخدمي بدل السمنة زبدة، مفيش مشكلة. بس طبعا الدهنة البسيطة دي بتورق معايا الرقاق بتاعي. هنا خلاص خلصت الكمية كلها، بس هدهن الوش، وهبتدي ان انا اقطع الرقاق قبل ما ادخله الفرن، عشان يكون سهل ان انا اطلعه بعد السوا يعني. وطبعا عندي فرن ساخن على درجة حرارة 220 من فوق ومن تحت. ولو بيشتغل معاكي من تحت بس شغلي من تحت، واول ما تحسي ان الجوانب كده بدأت تحمر خلاص شغلي عليه الشواية لحد ما ياخد لون معاكي. هنا انا هقطعه بقى بالسكينة كده، وهبتدي بقى الكمية الباقية عندي من الشوربة والحليب هسقي بيها حوالي يعني كوباية من الشوربة واللبن او الحليب، هسقي بيها الصينية بتاعتي بتاعت الرقاق، عشان تديله طراوة كده وما يبقاش ناشف معايا. هنا خلصت تقطيع، وزي ما قلتلك هسقيه بالشوربة والحليب بتاعي، وهدخله الفرن ساخن من قبلها، من اول ما بدأت اشتغل في الوصفة بتاعتي. هديله هزة بسيطة كده بحيث ان انا اتأكد ان كل كمية الشوربة والحليب يعني دخلت في كل الرقاق بتاعي. وهنا كان طالع معايا من الفرن زي ما انت شايفة. هبتدي ان انا اطلع منه. طبعا احنا كنا مقطعينه، بس هقطعه كده، يعني هعمل الجوانب كده وهطلعه. وحابة تاكليه وهو مقرمش هتطلعيه وتقطعيه على طول، ولو حاباه يكون طري
هغطيه بصينية او بورق فويل وهتطلعي منه وبالهنا والشفا. وصفة لذيذة وسهلة وما اعتقدش ان هي مكلفة، وتركاتها بسيطة جدا. وعملنا مع بعض العصاج الاقتصادي بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن تعملي كمية كبيرة من العصاج او من اللحمة المفرومة المتعصجة زي ما انت شايفة كده. قطعناه بس طبعا كان لسه سخن شوية. كنت حابة ان انا اوريكم هو قد ايه مورق معايا بسبب ان احنا كنا بندهن الطبقات سمنة ما بين كل طبقة وطبقة سمنة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.